يسعد لي مساهم لمتابعيني الحلوين ولمتابعيني كمان اللي لسه ما تابعوني إن شاء الله بعد هالفيديو بيتابعوني. وصفتنا اليوم هي الشيش برك، من الأكلات القديمة بس لعصرنا هذا أغلب الناس كتير بتحبها، وأنا من الناس عن جد بحس طعمتها جدا مميز. صح بتاكل شوية شغل بس رائعة. رح نبدأ معكم بالعجين. شايفين العجينة ما أحلاها وما أكوسها؟ انتبهتوا؟ عن جد العجينة كتير طرية ورائعة، وما أكلت معنا لا ولا شي وقت. يعني أكلت معنا كاستين بس طحين وكاسة مي دافي ومعلقة ملح. شوفوا أول شي كتير بتلزق بصابعكم، بس لمدة عجن 10 دقايق لحالها رح تفك وتتماسك وتعطينا القوام اللي فرجيتكم إياه أول الفيديو. بعدين بس نعجنها لمدة 10 دقايق ونخليها ترتاح تقريبا نص ساعة، بنغطيها ونخليها ترتاح وبعدين بنبدأ بنمدها وبنشتغل فيها لبين ما ترتاح. بنجي بنحضر الحشوة تبع الشبرك. بنحط البصل الناعمة واللحمة المفرومة وملح وبهار أو فلفل أسود، ما بعرف شو بتقولوله، في منه بيقولوله فلفل أسود منه بيقولوله بهار أسود. وبعدين هيك بنترك الحشوة على جنب لتبرد، بس تتقلل اللحمة على المظبوط نتركها تبرد وبنجهز العجينة وبنمدها سماكة تقريبا 1 سنتي، مو أكتر ولا أقل بتصير كتير رقيقة وما بتساعدكم بتشكيل الأشكال. مثل الشكل هذا أبوعة، ما بعرف شو بتقولوله كمان، بتكون أبوعة، بتكون الشكل انتو بتحبوه. وإذا كمان سميكة رح تطول لتستوى. وبعدين بنكون شغلين الفرن على أول درجة حرارة وبنحطها بنشوية لمدة بس يعطينا هاللون الذهبي. بعدين هيك خلص معنا الشيش برك. بدنا نجهز اللبن. بنحط اللبن الرايب لكل كيلو لبن رايب بنحط له كاسة مي باردة مدوب فيها 3 معالق نشا، وبعدين بنحط النعناع اليابس والملح وبنحرك اللبن. بنتم بنحركه لحتى يغلي معنا ويطلع هالفقاعات مثل بالصورة. بعدين كمان بنخفقه باليد المساعدة إذا بتحبوا، وإذا بتحبوا بس على إيدكم. وبعدين إذا حسيناه لسه بيستاهل مي بنزيد له مي سخنة. هون بعد ما يغلي ما بنزيد له مي باردة، بنزيد له مي سخنة قبل الغليان. ما في مشكلة نزيد مي باردة. وبعدين بنزيد الشبركات اللي حطيناهن. وهون بنجي بنجهز التسقية. بنحط لها معلقة سمنة وكزبرة يابسة وفلفل مثل ما شايفين وتوم، وبنزيد على الشيش